مرحبا بكم بنت اليوم مع أمولة. بسبوسة حلوة، هريسة اللوز، قلب اللوز. التسمية تختلف والوصفة واحدة باش نقدم لكم بطريقة سهلة ومفصلة خطوة بخطوة بقدرة ربي نتوما زادة تنجحوا فيها من أول مرة من غير زبدة ومن غير بيض. ما تنساوش كالعادة ديما شجعوني بلايك وبارتاج، وبوركوا با نحضروا ديما حاجة في ميزون بنينة وتكون سهلة وفي متناول الناس الكل زادة كيف كيف، وبقدرة ربي نتوما زادة تنجحوا فيها. ديما حاجة الدار بنة ونظافة. أول حاجة باش ناخذوا السيروم تاعنا زوز كيسان سكر معاهم معناها زوز كيسان ونص ماء، ومعاهم شويه هوني عود قرفه باش نخليهم دو كوتي. انا نحب الشحور نتاعي يجيني خفيف ما يجينيش عاقد، سينو كان تحبوا الشحور يجيكم اكثر عاقد تعملوا زوز كيسان سكر وكاس ماء. هوني خديت بالقياس كما قاعدين تشوفوا زوز قياسات ونص، يعني 250 جرام سميد أرطب، معاهم كيس 80 جرام معناها السكر ساشي سكر فانيي. وبالكيس هذاك باش نقيس كيف كيف 80 مليلتر زيت. انا استعملت الزيت النباتي، تنجموا تعوضوا بالزبده اما بالزيت يجي ابان باش نبسس الكل مع بعض. وبالنسبه للسميد راهو سميد ارطب، تنجموا تستعملوا سميد الخشين، تنجموا تستعملوا سميد المتوسط. انا جربتها بالثلاثه، انا بيرسونيلمون خيرها بالسميد الارطب، لكن شويه رجعوا لكم راهو تنجموا تعملوا بالسميد ثلاثه انواع نتاع سميد تنجموا تعملوا بهم ونفس الغسيت ونفس البنه، ما فما حتى فرق، جوست الذوق كل واحد شنو يحب. واحد يحب الخشين، واحد يحب المتوسط. كيف انا نحب سميد الحقيقه يكون معناها ارطب. نبسس بالباهي الكل مع بعضه باش نغطيها ونخليها 15 دقيقه ربع ساعه مهم برشا. بعد ما نبسسوها يعني السكر والزيت متاعنا خليوها ترتاح على اقل حاجه ربيع ساعه باش نغطيوها ونخليوها في اقلها. في الوقت هذاك باش نمشيو بالطبيعه نتفقدوا الشحور متاعنا. كما قلت لكم انا نحب الشحور يكون خفيف ما يكونش عاقد، يعني ما تكونش يعني كيما نقولوا احنا البسبوسه متاعنا ولا الهريسه تكون ياسر معناها فيها شحور من داخل. وبالطبيعه كل واحد شنو يحب. هوني هاكا قاعدين تشوفوا ضفت انا ترونش القارص تقريبا 5 10 دقائق وبعد نطفي على الشحور متاعي. وفيه هوني الوقت رجعت زاده كيف كيف سهله برشا وتحضروها صدقوني يعني فيسا فيسا. نرجع هوني باش ناخذ كاس ونص حليب، 150 مليلتر حليب هوني بالنسبه للهريسه نتاعنا. تنجموا تعوضوا بالياغورت كان تحبوا تاخذوا كعبه ونص ياغورت طبيعي، لكن انا خيرها بالحليب. ونص الكاس هذاك ماء زهر معناها ساشي سكر ساشي سامحوني خميره نتاع الحلويات. خديت هوني شويه لوز وهروشته يكون مقلي الحقيقه اللوز نتاعنا، يعني نقليه نحاول نحمروه. خديت 100 غرام لوز وبعدها هروشته حتى ضفته للخليط نتاعي نخلطه بالباهي. انا باش ناخذ الموله طاخ، تاخذوا المول اللي تحبوا عليها. في نفس الوقت الفور لازم يكون سخون من قبل على 180 80 درجه الفور نتاعنا قبل ما ندخلوا البسبوسه نتاعنا ولا الهريسه ولا قلب اللوز. كما قلت لكم التسميات تختلف والغوسيت واحده. هاو هوني نحطوا الخليط نتاعنا، صدقوني روعه روعه روعه، حاجه بنينه برشا. تحبوا عندكم طبق ما اكبر باش تعملوها تعملوا معناها ضعفوا الكميه. نعملوا هيك بالسكينه كما قاعدين تشوفوا. بعد نرشقوا كعبة لوز بالطبيعة معناها تنجموا راهو بالنسبة للفاكهة ما عندكمش لوز تنجموا تعملوا حتى بالبفريوة تعرجوها شوية وترحيوها. تنجموا تعملوا يعني بأي نوع متاع فاكهة متوفرة عندكم. سي بارتي للفور. الشحور متاعنا هوني صيي معناها كملنا الكاس هذاك طرابلسي النص نتاعو حطيت ماء عطرشيه. تقريبا 25 دقيقه البسبوسه نتاعي حضرت. البسبوسه تكون سخونه والشحور يكون بارد، يعني نحضروا الشحور نخليوه يبرد وبعد دوب ما نخرجوا البسبوسه نتاعنا نسقيوها. شوفوا هني الشحور ماهوش شكل عاقد، هذاك انا شنو نحب. راهو تنجموا تعملوا كان زوز كيسان سكر وكاس ماء كهو، معناها انا نحبه خفيف وجاتني روعه. والطريقه هذه نتاع الشحور الحقيقه عجبتني برشا، جربتها وعجبتني. نعاود نحل هيك بالسكينه من داخل ونعاود نسقي مرة أخرى. بالنسبة للبسبوسة أنا نخليها ليلة كاملة وبعد نرجع معناها نقص ونوريكم إن شاء الله. مهم برشا ولا تعملوها صباح بكري للسهرية نتاع بعد العشاء والكل، يعني مهم برشا تاخذ وقتها وياخذ شحور كيف كيف باش ترتاح. وبعد يعني هاوني قدامكم بنة على بنة شحور جاي ما شاء الله. طابت زاده كيف كيف 25 دقيقة على 180 درجة. شوفوا هني اللوز من داخل زاده ذاك المهروش، انا ما رحيتوش كومبليتمون هروشته باش يجيني هيك طعم اللوز من داخل. كان عندكم معناها روح اللوز تنجموا تحطوا، انا ما عنديش الحقيقة ما حطيتش خاطر باش يطلع معناها القوم تاع اللوز اكثر. كملت هوني قصيت قاعدة نقص يعني للعائلة والكل. وهوني قلت يلا باش نوريكم هيك فيسع فيسع باش نقص زاده كيف كيف مغصوب باش نوريكم. بنين برشا الهريسه ونجم نحضروها في الدار ونتحكموا احنا في كميه السكر زاده كيف كيف.
شحور زاده كيف كيف، هاكا إن شاء الله قدمت لكم طريقة مفصلة خطوة بخطوة. شوفوا هوني تذوب في الفم، تنجموا تعملوها ب3 أنواع متاع السميد ما فما حتى مشكل. أنا جربتها وب3 أنواع، خيرها معناها السميد الدقيق الناعم ولا سميد الرطب. تنجموا نتوما زاده كيف كيف تعوضوا الزيت بالزبدة، أنا حبيت نعملها بالزيت. وهوني قدامكم. ومن المستحسن الزيت النباتي يا جماعه، مش زيت زيتونه، خاطر تولي قويه برشا وطعم اللوز يبعد برشا من بعد، سورتو مع الشحور. هذه جوست معناها معلومه حبيت نقولها لكم، بطبيعه شويه يرجع لكم. تذوب صدقوني في الفم روعه. نجموا نحضروا حاجه بنينه برشا، ونأكد برشا على البنه وعلى النظافه زاده، خاطر بالحق في الدار نجموا نعملوا اي حاجه مكوناتها قدامنا واحنا اللي عملناها، ونفيدوا رواحنا وصغيراتنا زاد كيف كيف بحاجه نظيفه في ميزون وبنينه زاده. وكالعاده ديما البنه مضمونه مع اموله. ما عليكم كان تشجعوني يا جماعه باللايك والبارتاج، وتمشيوا تعملوا طلع على قناتي على اليوتيوب اسمها كيتشن امال تونيزيان، مطبخ امال التونسيه. ما شاء الله من الوصفات خير وبركه، من المالح للحلو للانواع الخبز لانواع الطواجن. ان شاء الله كل مره نفيدكم. ان شاء الله الغوصات تكون عجبتكم، نستناكم تجربوها وترجعوا كالعاده باك التعليقات الحلوه اللي ديما تفرحوني بها باش نكمل نواصل غرامي معاكم. في امان الله. بسبوسه قلب اللوز والا هريسه حلوه من عند اموله، من غير بيض من غير زبده.